يا صباح الخير، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين. رمضان خلاص على الابواب. ممكن الفيديو ده يكون اخر فيديو ليا في القناة او اخر فيديو ليا قبل رمضان. والله انا مقررتش لسه، بس تقريبا يعني عشان انا فقدت الامل وفقدت الشغف وفقدت حاجات كتير قوي في القناة دي. تعبت زيادة عن اللزوم، ما لقيتش اي حاجة، بالذات اليوتيوب بي ما بيعرضش فيديوهاتي اصلا على اصدقائي ولا متابعيني ولا حد خالص، فاي است صراحة. وانا مش متعودة افشل ابدا ابدا في اي حاجة، بس اليوتيوب لا كده كتير فعلا لانه متعب زيادة عن اللزوم. فخير باذن الله، مش عارفه والله يستمر ولا لا، بس حاسه انه يمكن الافضل ان كفايه كده يعني. فانا سبت لكم فيديو حلو كده. صباح الخير عليكم. نسكافيه على الصبح كده قبل ما افطر العيال. قلت ان شاء الله يبقى روتيني النهارده روتين حلو قوي عشان تفتكروني بيه، يعني للي يعرفني يفتكرني بيه واللي ما يعرفنيش اسيب له ذكرى حلوه كده يعني. اول حاجه بقى، اليوم النهارده هيكون روتين كله بقى نشاط قبل رمضان. طبعا انا يعني الحمد لله بيتي اول باول بنظف، فمش بعمل تنظيفات اوفر قبل رمضان. بحب اعمل على العيد صراحه يعني. اصل لو فرشت كل حاجه على رمضان، يعني على رمضان طبعا العيد هعمل ايه؟ فانا بنظف تمام، زي النظافه، بس يعني انضف من النظافه العاديه شويه. لكن اهو يعني مش عارفه اعمل ايه صراحه. بحط ممكن زينة، اعمل حاجات كده. فابتديت معاكم من اليوم من الاول، واول حاجة هعملها انا هطبخ، بس قلت اسوي الفراخ الاول قبل ما اوضب كل الاوض، يعني الم البيت كله يعني كله ورا بعض وكده عشان ما يبقاش معايا اي حاجة. اولا ابتديت باوضه النوم بتاعتي، قلت اغير ملايات. بحب افرش دفايات، لازم دفاية تحت تحت الملاية اللي هفرشها، عشان بتخلي الفرشة تمسك اكتر بكتير، حتى لو حاطة الحافظة بتاعت المرتبة يعني. بصوا، للي ما يعرفنيش او مرة يشوفني، والله مش عارفة، مش عايزة اقول حطوا لي لايك ولا اشتراك، خلاص يعني. مش عارفة والله، حاسة مش لازم يعني. فكفاية انه تشوفوني. مش عارفة، مش عايزة اقول اخر مرة برضو يعني، مش عايزة افول على نفسي. بس ان شاء الله خير. قلت الدنيا حررت شوية، اشيل اللحاف التقيل ده وافرش اللحاف الصيفي بتاعي يعني. فخففت الأوضة شوية، نورتها نظفتها، فأول أوضة معايا خلصت. هروح بقى على الصالة قبل ما أطبخ، يعني أكون لما البيت كله. بصوا والله أنا بحس إني يعني أو بحبش أشيل الدنيا كلها وأهبدها وكده، ما بحبش. بحب أعمل أي حاجة برواقة وأول بأول والدنيا زي الفل بتبقى يعني. فأول حاجة فتحت الفرندا، حطيت ستارة بس عشان طبعا الدنيا حررت شوية، فمش عايزة أي حاجة تدخل. الكنبة دي كنت فرش عليها اللي انتوا شايفينها، الكروهات دي هشيلها خلاص، كفاية الدنيا حررت، فتحسوا ايه؟ لا عايزين نخفف من الفرش شوية. هشيله وانفضها طبعا و آم، افرشها جوه في الاوضه، هتشوفوها افرشها اوضه الاطفال لانها نظيفه اصلا، فقلت اعمل بيها تغيير. حابة برضه أقول حاجة، والله بشكر أي حد تابعني، أي حد عمل لي لايك، علق لي كمان، بيتعلقوا له، بتدعموني جدا. ويمكن كذا حد يزعل، او لو مش عارفه لو شفتوا الفيديو ده اصلا ولا لا، يعني ممكن تشوفوه ممكن لا. اليوتيوب يعني حسبي الله ونعم الوكيل فيه. تعبني واستنزف قوايا، لكن ما وانتصر عليا في النهايه يعني، بس عادي الحمد لله. انا معايا مشاريع تاني، معايا محل ستاير، معايا بيتي، فانا الحمد لله يعني هركز في حالي اكتر شويه. فألف شكر ليكم والله، متابعين اللي بيشوفوني وكانوا بيشوفوني وهيشوفوني، فألف ألف شكر ليكم والله. كفاية ناس كتير بتقول لي أو بتشوفني أو جيراني أو حد يعرفني، احنا بنستنى فيديوهاتك، فده كفاية يعني. أنا لو بعمل لكذا واحدة بس ده كفاية. بس أنا فعلا تعبت والله، فعلا المواضيع دي مرهقة زيادة على اللزوم. جربوا بس تصوروا نفسكم انتوا بتشتغلوا او انتوا بتعملوا اي حاجة، تلاقوا الموضوع لا عايز مونتاج، عايز تقطيع كل الوقت، عايز مش عارفة ضبط للكلام، فلا. احنا مش ممثلين، فلا. الحمد لله يا رب. بس عايزاكم والله تكملوا معايا الفيديو الاخر، لان ان شاء الله ان شاء الله على كد تعبي فيه عموما هيعجبكم قوي. انا طبعا روقت الصاله كده ترويجه حلوه. طلعت بره في الفرندا، كانت الحمد لله كنت منضفاها قبلها بيومين كده، فالدنيا نظيفه، فانا ببقى مبسوطه لما تبقاش فيها تراب كده. وقلت اسقي الزرع كله. ويلا يا جماعه كده نصلي على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.
دلوقتي انا قلت اسقي الزرع وبعد كده ادخل برضو اشوف الاوض الباقيه قبل ما اكمل طبخ. كده قلت خلاص اشوف اوضه حنين وبعد كده اوضه الاولاد. ما شاء الله لقيت حنين ربنا يخليها لي يا رب، يعني هي مهتمه باوضتها وبتنظفها اول باول يعني. بس كانت طبعا بتعمل اختراعاتها، صلصال باين وحاجات كده بتعملها، ودايما في الخرز والاكسسوار، فايه دي الترفيه بتاعها يعني، فبراحتها. طبعا دي حنين هي صغيره دلوقتي ما شاء الله، دخلت في 16 سنه ما شاء الله، يعني ربنا يحفظها يا رب، يحفظ بناتنا جميعا. فأوضتها ايه دايما رايقة وهادية كده وما بتدخلش الولاد فيها، فهي محافظة عليها قوي. اما بقى الأوضة بتاعتنا بتاعت المعيشة والاكل والتلفزيون والسراير وكل حاجة، السرير ده انا جبته جديد، مكان سرير واحد قلت اخليه بدورين، خليته صراحة بثلاث ادوار. بس هو عملي للنوم بس مش عملي للقعاد، يعني تحسوا ايه مش مرتاحين فيه كده، تحسوا مظلم عليكم يعني. فطبعا براء قاعد في الدور الاولاني خالص، انا ما جبتلوش مرتبه لسه الدور الاول ده لانه واطي خالص، فمش نافع فيه المرتبه السوست. عايز يتعمل فايبر او يتعمل سفنج، فحاول اعمل له فكره يعني. اما بقى الدور التاني بينام فيه عبد القدوس، والاولاني عبد الملك ما شاء الله، يعني عشان كل واحد اخف من التاني، التوأم كل واحد رفيع واحد تخين يعني. فايه قلنا بدل ما يعني عشان يستحمل السرير لازم الرفيع ينام فوق. تمام، هو مبسوط اصلا بفوق خالص يعني، بس لو طلع الواحد تحسه مش عارف ينزل. فانا ايه غلبني فرش الملاية ده او الفرش ده فوق، غلبني صراحة صعب. فانا ان شاء الله باذن الله على العيد هعمل ملايات تكون بأساتك يعني، عشان طبعا خلاص ده كله خشب، مش عايزة فرش وكشكشة وكلام زي كده، لا لازم يقبل الموضوع أبسط من كده بكتير. يعني مش نصيحة بس والله، اللي هيعمل سرير زي كده عملي جدا للنوم بس، لكن انه يقعد في أوضة معيشة لا صعب. صعب في الأوضة كده، حسن ده لنا الأوضة أو كأنكم قاعدين مثلا حاجة عالية جنبيكم كده وخلاص. مش عارفة، بفكر احول مكانه اصلا اخليه على جنب اكتر يعني. طبعا هويت الأوضة وبعد كده شلت كل الكراكيب اللي كانت فوق الدولاب، خلاص يعني نظافة نظافة يعني. هي النظافة دي بالنسبة لي عادية صراحة، أنا بنظف كده كل فترة، بس مش بشغل خرطوم، مش يعني حاجات كتير. أحس دايما بيتي الحمد لله الحمد لله كويس ورايق يعني، مواضيع بسيطة. دي الفرش الكروهات اللي كان برا، جبته قلت افرشه على الملاية دي وعلى البتاع من تحت على الكنبة اللي هي بتاعت الاكل بتاعنا او القعاد بتاعنا. طبعا الاوضه ضاقت شويه معايا، فانا ايه او الحته دي مضلمه شويه ولاقيه المولل بتاعت الخشب باينه، قلت يا ريت الراجل اللي عمل لنا السرير ده او النجار كان دهنها. فالمهم الصور دي بتاعت عبد الملك، يعني مجنون بالموتوسيكلات، امزات ومش امزات وحاجات كده، كل شويه يرسم لي رسمه واحلف عليه واشيلها وما تحطش تاني الاقيه ملزق برضه. المهم انا قلت ايه مفيش مكانات بقى في الاوضه كتير، كنت اعلق الشنط بتاعتهم تحت السرير. وان شاء الله هجيب ليد، انا جبت ليد بس ما كنتش حطيته معاكم في الفيديو ده، فوق السرير عبد الملك كده عشان يبقاش مظلم عليك يبقى منور. ده الليد بتاع عبد القدوس يعني، لا بتاع عبد القدوس ده قاعد فوق كده براحته مع نفسه، بيحب بالليل يشغله او كده، او في رمضان هينفعنا. بس فانا ايه شلت اي كراكيب كده واديت اوضه المعيشه دي تلميعه بسيطه يعني اول باول، والله يعني ما بسيبش الحاجه تتعك خالص عشان تبقاش صعبه عليا بعدين. انا دلوقتي خلاص هكنس، طبعا قلت لا اشيل السرير ده، هو على عجالة يا جماعة، الدور الاولاني اللي تحت ده على عجل يعني، بشده عادي واحطه تاني. فقلت اكيد نضيف يعني ما فيهوش حاجة، والله لقيت بلاوي تحتيه مع اني ملهوش كام يوم يعني راكب ما ملحقش، فمش عارفة ده اتوسخ ازاي. فاللي معاه عيال يعني فكتر خيرنا. فايه قلت امسح الاوضه والمعها كده تلميعه بسيطه، وبعد كده اروح على المطبخ.
برضو عايزة انوه على حاجة يا جماعة، انا ساعات بعرض فيديوهات ليا تكون قديمة يعني. يعني مثلا فيديو عملته السنه اللي فاتت بتاع التفريزات، الجزء الاول والتاني ده انا عاملاه اصلا السنه اللي فاتت مش السنه دي، بس عشان محدش شافه اصلا السنه اللي فاتت عشان كانت القناه جديده، فانا بعرضه ده تاني. فلربما تقولوا انتوا انت ليه ما قفلتيش القناه زي ما قلتي؟ لا انا يعني يمكن ده يكون فعلا اخر فيديو ليا، انا ما قررتش لسه بس تقريبا يعني تقريبا. بس ممكن اعرض من القديم كده لما عاوزه اسلك كل فتره، وممكن لا. بس هخلي فيديوهاتي وهخلي قناتي لعل يعني الواحد يغير رأيه بعد فترة يعني. مش عارفة فعلا والله. ادي اوضه الاطفال برضو كده خلصت، اكتر اوضه بتتعك وبتتروج برضو يعني، طول الوقت بكنس وانضف فيها، طول الوقت طول الوقت كراكيب، يمكن عشان اكتر فتره بنقعد فيها. انا فاتحه الشباك طبعا، الجو ما شاء الله جميل كده. خلاص جينا بقى على المطبخ. كنت عامله ايه؟ بسله. فقلت عملت 2 كيلو كده. قلت اغسلهم بالمره وافرز منهم يعني. يعني اطبخ النهارده واشيل الباقي في الفريزر معاه يكون جزر. طبعا هيبقى الجزر بس مش كتير يعني، مش قصدي كمية افرزها رمضان، مش قصدي كده، بس انا اقصد ايه، يعني الحاجة بتبقى زيادة شوية عندكم، لا بدل ما نعملها ونركنها في التلاجة، لا نعملها كلها بالمرة ونشيلها في الفريزر، تنفعنا طبخة او اتنين تاني. هي قاعدة هتعمل ايه؟ هيبقى بس نحط معاها مثلا بطاطس او كوسة، ويقبل الخضار ده مشكل جاهز معانا. يعني طول ما احنا في المطبخ بنعمل حاجة بالمرة صراحة، عشان الوقت تنفعنا في ايام تانية. انا كده هكيسها واخلي شوية على كاد الطبيخ. اما دلوقتي بقى هعمل الطبيخ العادي بتاعنا يا جماعة عشان اكمل بيه الروتين، وان شاء الله يعجبكم يعني. هيبقى زي ما شفتوا تنظيفات وكمان معاها طبخ. لكن كان نفسي اعلق زينة رمضان والله في الفيديو ده، بس بصوا طويل وانا تعبت في اليوم ده، فما قدرتش اعمل حاجة تاني والله خالص. هيبقى زينة رمضان حاجات بسيطة. بصوا عصير الطماطم ده قانون عند عبد الملك، طول ما انا طبخت وحطيت طماطم في الخلاط لازم اعمل له كوباية عصير طماطم، لازم يعني، وجميلة جدا على فكرة ومفيدة يعني. انا النهارده عامله خضار مشكل وعامله معاه ملوخيه ورز. فالملوخيه عشان يمكن لسه نازله جديد برضو، او هي ما انتهتش من السوق، بس لا حاسه ليا فتره ما جبتهاش، كانت طول الوقت الواحد بيجيب سبانخ سبانخ. يعني متخيلوش طعمها جميل ازاي لما تبقى الحاجه بدري ما عملتوهاش. والباميه طبعا طلعت وكل حاجه، فانا غسلتها كويس كذا مره وصفيتها في المصفى دي، بتحوش المية خالص منها. وهعلمكم طريقة بقى تفتكروني بيها برضو. البامية الصعيد، مش البامية الصعيد نهار ابيض الملوخية الصعيدي. هقولكم ازاي. المفروض الملوخية المفروكة بالنسبة لنا، انا طبعا دلوقتي حطيت الطماطم على البصل وتسبك. اما الملوخية بحط لها شوية كربونات، ولازم حتة تومة بسيطة، والمية تكون بتغلي احطها بورقها. مش بعرف اعملها يعني مخروطة بالمخرطة، ما بتطلعش حلوة معايا، بتفصل كده من بعضها. لكن لما بتعملوها بالورق بتبقى اسهل بكتير بكتير. وبنطحنها بالهاند بلندر او بنضربها شوية، مش كتير، ما بخليهاش يعني دايبة، لازم تبقى فيها عرق شوية علشان يعني احس ان هي يعني فيها روح يعني مش دايبة زي العصير او زي الشوربة، لا. فهي دي اللي بتخليها مميزة بالنسبة للصعيد. وكمان بيعملوها بالفراكة، فهي اسمها بامية برضو، ملوخية مفروكة. تمام. فأنا ايه، باخد لكم مقتطفات من الطبخ بتاعي يعني على السريع كده، أجزاء أجزاء. فملوخية والله فظيعة يعني، أكيد شميت ريحتها، استنوا بس لما أعملها التجلية. كان الأكل ده حلو بشكل، والله حلو بشكل فعلا، ما بعمل حاجة بصورها بتطلع جميلة. انا بحط سمنه بلدي وسمنه عادي، وكمان حته مرقه مع الثومه يعني. ده وبحمرهاش قوي يعني، دوب بس قبل ما تحمر على الاخر اجي ايه حطها على الملوخيه، ولا شهقه ولا اي حاجه يعني. اللون فظيع.
اخد طبعا اي حاجة في الطاسة. ما شاء الله جميلة جدا. خلاص اخر حاجة الرز معايا. انا طبعا انا بصحى شوية متأخر، مش صبح بدري، ما بحبش اصحى صبح بدري، بس بنتغدى متأخر، فعشان كده بروق حالي وببتدي ادخل في المطبخ وبطلع على الغدا خلاص يعني. اخر حاجة بقى كانت معايا التحمير، وبعد كده الرز، وبعد كده ان ايه تقريبا خلصت. الرز استوى. دي بقى انا بقى جايبها لجوزي وهو ماشي، مش عارفه مين اداها فقال دي من نصيبك، فبارك الله فيك والله. فضلني على نفسه. ده الايثار يا جماعه، الايثار. انا خلاص كده صبيت الرز وخلصت كل حاجه. بتمنى يا رب ما تنسونيش. انا ظاهره تفتكروني بس يعني، بس بالخير باذن الله، واشوفكم باذن الله على خير. يعني الواحد دايما بيقول اشوفكم على خير، خير بإذن الله. يا عالم بقى. يا عالم هصور فيديوهات تاني ولا لا. كله على الله، فاللي عايزه ربنا ان شاء الله هيكون. وهتوحشوني جدا 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 والله العظيم. مع ألف سلامة.